كاين واحد النوع ديال الخوف ما كيجيش من دار مهجوره، ما كيجيش من جن في الغابه، وما كيجيش من شي صوت في الليل. كاين خوف خايب، هو ملي شي واحد كترجعو للدار ولكن انت كتكون عارف من الداخل باللي راه ما رجعش بوحدو. هادشي وقع في واحد الدوار من نواحي ديال خنيفره. الدوار كان صغير بعيد والناس كاملين كيعرفوا بعضياتهم. فداك الدوار كانت عايشه واحد المراه سميتها رقيه، مراه كبيره في العمر ومعروفه ومرزنه ومهدنه، ما كتخلطش بزاف، ولكن ما عمر حتى شي واحد شاف منها شي حاجه ولا شي كلمه ديال العيب. النهار اللي ماتت فيه الناس كاملين مشاو للدفينه ديالها، دفنوها مع العصر وكل شيء سالا عادي، صلوا عليها الناس. ولكن في الليل بدات اول حاجه. ولدها سعيد كان ناعس في دارو مع مرته ووليداتو، ومع النص ديال الليل سمع الباب ديال الدار كيتحل، ما تخلعش، قال راه يمكن مراته ناضت. ولكن من بعد سمع الصوت ديال الصباط، الخطوات جايين بشويه بشويه. شويه سمع داك الصوت ديال الصباط كيتجر فوق الزليج. حل عينيه، الضو كان طافي ولكن سمع مزيان شي واحد كيدور في الدار. معلم فيق مراتو وقال ليها واش سمعتي؟ قالت ليه والصوت بقى كيدور من الكوزينه للصالون. سعيد خرج يشوف، ما لقى حتى واحد. هو يرجع بالزربه، هو يرجع عاوتاني داك الصوت مره واحده اخرى. هاد المره وقف قدام باب بيتهم وسكت. سعيد ومراته بقاو ساكتين مصدومين مخلوعين، وحتى النفس ما بقاوش كيدوزوها. ومن بعد جا واحد الصوت بحال الحكان، حكان خفيف بحال شي ظفر كيتجر على الباب من برا. الصوت بدا كيتجر على الباب، مراتو شدات فيه وهداك الحكان بقى. ومن بعد وقف وسمعوا واحد الصوت ديال مو رقيه من برا الباب. قالت سعيد حل ليا بردت. مراتو برد ليها الدم في وجهها. سعيد تجمد في بلاصتو حيت مو يلاه دفنها بيديه مع العصر وهيلي. والصوت عاوتاني رجع ديالها. هاد المره قرب باش يتاكد، قال واقيلا راني غير كنحلم. وعاوتاني قرب واحد شويه للباب. سعيد اولدي حل ليا. مراتو بدات كتبكي بلا صوت. افشلوا ليها الركابي ديالها وطاحت في الارض. هو ما قدر لا يتحرك ولا يهضر، بحال جاتو اللقوه. ومن بعد بدات كتضحك ولكن الضحكه اللي سمع ماشي الضحكه ديال مو رقيه، ماشي الضحكه ديال مو، ضحكه بارده يابسه. ومن بعد سمعوها مشات. وخرجات من حدا بابهم. هذيك الليله سعيد نعس هو ومرته فوق الزليج ديال البيت ديالهم، ما قدروش يرجعوا حتى لبلاصتهم من شده الخوف. الصباح سعيد خرج لقى الغيس قدام الباب ديال البيت ديالو
وطبعات ديال الرجلين، دوك الطبعات ديال الرجلين اللي كنديرهم ملي كيكون ملي تنكونوا غاديين فوق الزليش. وهذوك الرجلين كانوا صغار غارقين في الماء وفي الغيس، وبداو من باب الدار ووقفوا قدام البيت ديالو، غير قدام بيته. قال هذا شي واحد واقيلا كيتفلى علينا هذا بالليل، جا عندنا كيطريقل علينا. ولكن في الليله الثانيه بقى رد البال ويرجع الصوت في نفس الوقت، نفس الصوت ونفس الحكان، حك يا ما تحك. هاد المره الصوت ما عيطش عليه بالسميه ديالو، قالت حل ليا راك عارفني. سعيد ما جاوبش، مراتو كانت غادي تموت بالخوف. ومن بعد سمعوها دازت الكوري ووقفات تحت الشرجم وبدات كتخربق بشي حاجه. سعيد سيدي طلل بشويه من الشرجم وشاف، قال من بعد باللي هاد الحاجه اللي شاف ما عمرو غادي ينساها حتى يموت. قال باللي كانت مو واقفه في الكوري لابسه داك الكفن اللي دفنوها بيه، فازق ملصق في جلدها وشعرها هابط وجهها ما كانش ديال بنادم، كان منفوخ وزرق وعينيها محلولين. ولكن الحاجه اللي قتلته بالخوف هي باللي كانت واقفه وهي كتاكل شي حاجه من يديها. من بعد عرفوا شنو كانت كتاكل، الصبع ديال يديها، هي كانت كتاكل من اللحم ديالها. وسعيد هبط، ومن داك النهار ما بقاش كيضحك. في الليله الثالثه ما جاتش، الناس قالوا سالات ورا ما عمرها غتجي. من بعد ما كان سعيد عاود هادشي لشي صحابو اللي هما مقربين ليه، وما قدرش يعاودها للناس ديال الدوار، لان الا عاودها للناس ديال الدوار، الناس ديال الدوار راكم عارفين غادي يقولوا باللي هاد السيد هذا راه بدا كيخرف وواقيلا غير يمكن حيتاش باقي حازن على امو، بدا كيشوف هاد الهلاويس هادو في دماغه. ولكن مع الفجر بنت سعيد الصغيره لقاوها واقفه في الكوري خفيانه وساكته وكتشوف للحيط. امها هزاتها وسولتها اش كديري؟ البنت قالت جداتي كانت هنا. سولاتها اش بغات؟ البنت جاوباتها قالت لي ما نحلش الباب ليكم حتى ترجع تاخذ ماما. امي يمتي. من داك النهار مرات سعيد بدات كتبدل وبدات كتدبل، كل نهار كتصفار، كل نهار كتنشف، كل نهار كينقص الوزن ديالها. وكل ليله كتفيق كتشوف حماتها واقفه في باب بيتها كتشوف فيها وساكته. حتى لواحد النهار مع الاسف لقاوها ميته واقفه قدام الباب وعينيها محلولين، بحال الا كانت كتسنى شي واحد يدخل. الناس حفروا في القبر ديال رقيه باش يتاكدوا من بلي حلول، ما لقاوهاش، لقاو غير الكفن محلول ولقاوها مقلوبه على جنب وفمها محلول ويديها ما نقصاهاش صبع، كانت زايده صبع صغير ماشي ديالها. ومن داك النهار الدار تسدات وسعيد خرج من الدوار. ولكن حتى لدابا الناس ما كيقولوا الا مات شي واحد وفي الليله الاولى سمعتي الحكان في الباب ما تفتحش، حيت اللي كيدق ماشي هذيك اللي دفنتي.